لان الستات والبنات حيرانين جدا جدا، ما بناكلش والله، ما بناكل، ده احنا هفتانين من كتر الجوع وبنلاقي وزننا ثابت. فقولي لنا المشكلة هنا فين يا أستاذة أميمة؟ هلا فعلا انت اثرتي موضوع كثير قيم ومفيد. هلا المعنى الطبيعي لزياده الوزن او خساره الوزن هو مقدار كميه الاكل. هلا هي معادله جدا بسيطه. الجسم له حاجه معينه بيدخل عليه اكثر من حاجته حينعكس في زياده وزن. بتبلش الدخول على هذا الجسم اقل من حاجه الجسم، معناها خساره وزن. حتى لو كان الوزن طبيعي اكيد حيخسر وزن. يعني الداخل اكثر من الحاجه معناته حيصير في تخزين، والتخزين حيصير على زيادة وزن هي على شكل دهون. نحن عم نطلع أكثر مما عم نحتاج، معناته يعني ما بناخذ اللي بنحتاجه بس النص، يعني هون بصير خسارة الوزن. فهي بهذا المعنى جدا بسيط. هلا هذا ايش يعني لنا انا لو كانسان او كشخص اكلت كميه من الغذاء بمختلف انواعها اقل من حاجه جسمي، انا حانزل وزن. مم. هذا الكلام ثابت وبالمعنى الحرفي لهذا. لكن مم. في اكيد بعض كثير او مو بعض، الكثير من العوامل بتأثر على هذا الموضوع بشكل عكسي. يعني اه. مثل ما مم. تفضلتي حضرتك، اكيد في كثير ناس تحكي انا ما باكل او كميه اكل جدا قليله وما عم مم. بنزل وزن. ايوه. اكيد الجسم في لحظات معينه بيكون حتى لو كانت كميه الاكل اقل من حاجه جسمي ما مم. حتاثر علينا، عكسي بالعكس حننزل وزن. هذا الشيء ما حننزل وزن. او مم. احيانا في بعض الاشخاص ممكن يحكي لك انا باكل كميه قليله وبزيد وزن. اه. اكيد هذا الشيء وارد. ليش؟ اه. لانه مقرون مع الاشياء اللي انا بتناولها. هلا انت تخيلي يعني مثلا في بعض الاشياء احنا بنشوفها كثير كميه قليله، لكن اه. هي غنيه جدا بالسعرات الحراريه. بالظبط. فهون بصير موضوع زياده الوزن بالرغم من انه الكميه اللي تناولناها قليله. فهذا الكلام مم. جدا صحيح. اه. ممتاز.